بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نشوف يا جماعة في الفيديو دوت ازاي لو انت عندك اي ريموت، سواء ريموت ريسيفر، ريموت تلفزيون، اي ريموت بيشتغل عن طريق اللي هي الطبقة الموصلة للكهرباء او اللي بتدي الاوامر، والطبقة اللي معاها او اللي المفروض بتدي من خلال الضغطة بتاعتك الاشارات، سواء بالتحويل، بقفل، بفتح، بتعلية، بتوطية. لو عندنا اي ريموت مش شغال، في طرق كتيرة منتشرة على الانترنت، بس من اشهرها او من افضلها هي الطريقة اللي موجودة دي، وهي ان انت بتجيب اي حاجة موصلة، اي حاجة توصل، سواء الورق اللي هو التغليف بتاع اي كبسولات او اي برشام، يكون من الالومنيوم. تمام. دي بتكون موصلة للكهرباء او للاشارات توصيل جيد جدا. فانت لو عندك اي زرار معلق في الريموت، تقدر من خلال ان انت تقطع جزء من الشريط دوت، او من اي ورق ألمونيا، او الورق اللي هو بيغلف الاكل، اللي هو اللي بيسخن بيحفظوا بيه درجة حرارة الاكل. تقدر من خلاله بان انت تقطع جزء صغير. يعني هنا كان الزرار عندي في الريموت لا كان بيحول ولا بيعلي ولا بيوطي، ولا حتى بيضغط البريس اللي هو في النص. كنت لزقت قبل كده. دلوقتي انا عندي مشكلة في زرار البريفيوس، اللي هو اللي بيجيب لورا، يعني اللي انت لو عايز ترجع بالقنوات لورا مش شغال. فاحنا دلوقتي هنقطع قطعة. انا كنت قطعت قطعة جاهزة موجودة معايا، زي ما انتوا شايفين. القطعة دي على قد الزرار. كل اللي احنا هنعمله ان احنا نحتاج اي انبوبة جلوتس سوبر جلو، وهنحط نقطة على الجهة اللي هي بنضغط بيها، زي ما انتوا شايفين يا جماعة. نقطة على قد الخانة اللي هي بنقدر من خلالها بندوس، وبنحط الشريحة دي زي ما احنا شايفين. ودلوقتي الزرار عندنا جاهز انك تقدر تستخدمه بدون اي تعليق، وهيشتغل معانا كويس جدا. طبعا الناس اللي ممكن تفكر ان الريموتات سهلة، رخيصة، او ان عملية الشراء بتاعتها مش محتاجة ان احنا نعمل الكلام ده، خليني اقولك ان اوقات في ريموت ممكن يبقى مش موجود، يكون بقى قليل في السوق، او ريموتات غالية.
فمش هتروح تشتري ريموت مثلا من الريموتات اللي هي السمارت لو لقيت فيها زرار بقت بتعلق، او ان انت حتى لو الريموت بتاعك او بتاع الريسيفر بتاعك ريموت رخيص، فانت ممكن تشتري، بس ممكن يصادف ان يعطل معاك في وقت انت مش قادر تنزل او صعب عليك النزول، او عشان تلاقي حد بيبيعهولك، فانت ممكن تكون هتركب مواصلات او هيبقى مكان بعيد. فدي اسهل طريقة تقدر تشغل بيها اي زرار عندك في الريموت بتاعك يكون مش شغال. زي ما قلنا ان انت بتجيب اي قطعة ألمونيوم، وعلى سبيل المثال الورق اللي هو بيبقى ورق التغليف بتاع الأدوية، كبسولات او اي برشام، او ورق اللي هو الألمونيوم بتاع تغليف الطعام عشان حفظ درجة الحرارة. وهتحتاج نقطة من اي سوبر جلو في مكان البريس او مكان الضغطة، وتقطع حتة صغيرة وتحطها عليه، وتركب الريموت بتاعك عادي جدا بدون اي تعب، وتقفله كويس، وان شاء الله هتلاقي الجهاز بتاعك شغال وما فيهوش اي مشكلة. وما تنسوناش من اللايك والشير لو الفيديو اعجبكم ولقيتوا فيه معلومة مفيدة. وشكرا.